تخيل معايا تمشي لباريس وتبيع برج ايفل، البرج اللي كيشوفوه الملايين، تبيعو لمولا فيري وتشد الفلوس في جيبك وتزيد، وماشي مره واحده بل جوج مرات. اليوم غنكتشفوا خبايا اخطر نصاب عرفوا التاريخ، الرجل اللي دوخ المخابرات وباع اللي ما كيتباعش. في الخمسينيات باريس كانت كتعاني من مخلفات الحرب، وبرج ايفل كان مصدي ومحتاج ميزانيه خياليه للاصلاح. هنا بان فيكتور لوستيك، هاد خينا ماشي نصاب عادي، كيلبس مزيان، كيهضر 5 ديال اللغات، وبروفيسيونيل لدرجه تيقوه كبار رجال الاعمال، وعنده كاريزما كتخلي اي واحد يثق فيه. في 1925 كان جالس في واحد المقهى في باريس، وقرا في جريدة خبر صغير كيقول بلي صيانة برج ايفل مكلفة بزاف البلدية. في هاد اللحظة دماغ فيكتور خدام، وقرر يدير اكبر عملية نصب في التاريخ. فيكتور طاحت عليه واحد الخطة شيطانية، زور وثائق حكومية ولبس لبسة ديال موظف سامي في وزارة البريد والتلغراف، صيفط رسائل سرية لستة ديال كبار تجار المعادن في فرنسا، عيط لهم الاجتماع فندق كريون الفخم، دخل عليهم بكل ثقة وقال لهم بسبب تكاليف الصيانة الخيالية الحكومة قررت تبيع برج ايفل. كخردة زعما تبيع الحديد ديالو، ولكن هاد الشي كيبقى سر خطير باش ما يوقعش شغب في فرنسا. واحد من التجار سميتو اندري بويسون كان هو الضحية المثالية، كان باغي يولي مشهور في باريس. فيكتور دار معاه جولة في برج ايفل سيارة ليموزين باش يبين ليه انه هو المسؤول، باش يكمل الخدعة طلب من اندري رشوة باش يرسو عليه في المزاد. اندري ما تيقش راسو، عطاه فلوس البرج زائد رشوة ضخمة. فيكتور خد الفلوس وهرب لفيينا، كان كيتسنى يشوف في الجرائد فضيحة برج ايفل، ولكن والو. اندري كان حشمان يهضر حيت تضحك عليه قدام الناس. فيكتور ملي شاف هادشي رجع لباريس وعاود نفس العملية مع تاجر اخر، ولكن هاد المرة التاجر شك وبلغ الشرطة. فيكتور مات في الحبس، ولكن بقات قصته درس في التاريخ. عمرك تثق في شي حاجة كتبدا بهادشي سر او هادشي فرصة ما كتعوضش. الا عجبتك قصة اليوم دير اشتراك في خبايا، حيت مازال عندنا قصص اغرب بكثير غيخلوك تحل عينيك مزيان. شنو هي القصة اللي بغيتي تعرف خبايا المرة الجاية؟ خليها لي في التعليق.